من 10 سنين بالظبط لما بدأت كلية طب، النقلة من المدرسة للجامعة كانت كبيرة جدا. ما كانش فيه زي تمهيد المفروض أعمل إيه، المفروض أعدل طريقة مذاكرتي إزاي، لأن مش هينفع أذاكر بنفس طريقة ثانوية عامة في كلية طب. كمان مواد مختلفة خالص، وكان في مادة كده كبيرة اسمها أناتومي. الأناتومي دي بالنسبة لي كانت في البداية يعني مرعبة. ليه مرعبة؟ لأن هي الأناتومي علم وصفي، فكانت الطريقة الابروتش اللي الدكاترة ممكن كتير بياخدوها في تعليم الاناتومي او في تدريس الاناتومي، ده اسمه كذا، ده اسمه كذا، ده اسمه كذا، ده اسمه كذا. هو ده قريب بس مش ده الصح. بعد كده مع الوقت بدأت اتعلم انا من نفسي ازاي اذاكر اصلا، وعرفت الطريقة الصح لمذاكرة الاناتومي ومذاكرة كل مواد طب لحد ما اتخرجت بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف. في حين ان انا ان باراليل كنت شغال اصلا على الويب سايت اللي كنت بدرس عليه زمان بيولوجي الاولى وثانيه وثالثه ثانوي. فده كان اتشيفمنت كبير الحمد لله. والموضوع مكمل كمان ان مش بس انا اتعلمت الطريقه دي، انا بدات ادرسها كمان، بمعنى ان انا دلوقتي جراح عظام، دكتور عظم يعني، وفي نفس الوقت بدرس اناتومي لطلاب علاج طبيعي. التركيبه دي مع بعض فادتني جدا جدا جدا. اولا لان الجراحه بتعتمد جدا على الاناتومي، ثانيا التعامل مع الطلبه عرفني كمان ايه هي الويك بوينتس بالنسبه للطلبه في المرحله العمريه دي. بالنسبة كمان العلاج الطبيعي، ايه الحاجات المهمة اكاديميكلي وايه الحاجات المهمة كلينيكلي، يعني شغلنا كمان مرتبط مع العلاج الطبيعي. فالتركيبة دايما ما بين الاتنين دول حلوة جدا جدا. فقررت ان انا استفاد من الموضوع ده وافيد اكبر قدر من الناس. ايه اكبر قدر من الناس هيستفاد ازاي؟ ان احنا نعمل اناتومي اكاديمي. اناتومي اكاديمي من اسمها، هي اكاديمي عليها كورسات اناتومي لطلاب علاج طبيعي. كمان الكونتنت هيبقى متاح معاك، فانت تقدر تمشي بالسيكونس او بالكورسز المناسبه ليك في جامعتك. يعني مش كل الجامعات بتمشي بنفس الترتيب، ولكن الكورسات كلها موجوده معاك. تقدر تشترك في الكورس المناسب ليك بالترتيب المناسب ليك. يعني مثلا بدات في الجامعه بتاعتك بابر ليم، بعد كده ثوركس، بعد كده لور ليم، بعد كده هيد نيك. جامعه تاني بدات ابر ليمب، بعد كده لور ليمب، بعد كده ثوركس. ايا كان الترتيب اللي هتمشي بيه، هتلاقي كل ريجن ليها الكورس بتاعها. جوه الريجن او جوه الكورس ده هتلاقي ان هو متقسم ليكتشرز، كل ليكتشر فيها جزء شرح، وبعد كده الاهم كمان هو الستادي نوتس بتاعتنا، والاهم واهم كمان الكيو باك. يعني انت علشان تذاكر اي حاجه محتاج تفهمها، تقراها، تحل عليها. فدول الثري ستابس اللي انت محتاجهم علشان توصل للفول مارك في الاناتومي. طب خلينا كده نتكلم عن كل جزء منهم. يعني الفيديوهات دي هل هتبقى بنفس الطريقه الرخمه اللي قلناها في الاول، اللي هو ده اسمه كذا، ده اسمه كذا، ده اسمه كذا؟ في الحقيقه لا. الكلام اللي هقوله ده بناء على تجربتي خلال التدريس، يعني في اللابس مع الطلبه. الطريقه اللي بشرح بيها مختلفه جدا جدا جدا، هتحسسك ان انت قاعد مستمتع وانت بتسمع الليكتشر، هتحسسك ان انت قاعد مبسوط وبتفهم مش بتصم. مش هناخدها ده اسمه كذا وده اسمه كذا وده اسمه كذا، هنفهم اناتومي ونحب اناتومي، فتلاقي ان الماده بقت اسهل بكتير. كمان حاجه مهمه في فيديوز الشرح ان هي هتلاقيها دايما اكزام اورينتد وكلينيكال اورينتد. يعني احنا مش بنشرح كلام في كتاب وخلاص، احنا بنشرح الحاجات كمان اللي احنا بنتسأل عليها دايما. دي هاي ييلد انفو، فاحنا محتاجين نبقى عارفينها كويس قوي وبنركز عليها كويس قوي. او كمان حاجات بنركز عليها كويس قوي لما تبقى مهمه كلينيكالي، حاجات هتفيدنا في شغلنا على ارض الواقع بقى لما ننزل نشتغل في العياده بتاعتنا. فهتلاقي ان احنا مش المنهج كله بناخده بنفس الليفل. ده مش صح، وهو هتعمل كده في مذاكرتك. مش كل حاجه مهمه بنفس القيمه، في حاجات مهمه زي ما قلنا للامتحان، وفي حاجات مهمه للشغل العملي بتاعك. كان دايما دكتور علي حسيب بيقول لنا الجمله دي واحنا في كليه طب، ولحد دلوقتي ممكن تسمعه حتى وانت في ماجستير جراحه. هو دكتور علي ربنا يبارك له ويديله الصحه، يعني كان بيقول ركز على حاجتين، اللي يخليك طالب شاطر واللي يخليك دكتور شاطر. فعلشان كده النصيحة دي احنا يعني خدتها في حياتي الشخصية، وبحاول كمان انقلها للطلبة بتوعنا، للستودنتس بتوعنا من خلال الأكاديمي دي. طب الستادي نوتس هتلاقي فيها نفس الكلام بنفس الترتيب وبنفس الصور اللي قلناه في الفيديو، فتقدر تفولو اب، تقدر تتابع معايا من الستادي نوتس دي. وكمان هتكون موجودة في صورة كتب مطبوعة تقدر تطلبها وتوصل لك لحد باب البيت. طيب الأسئلة، الكيو بانك معمول على 3 مراحل. أول مرحلة identification، أسئلة تعلمك إزاي تقدر تايدنتيفاي الستراكشرز المختلفة. يعني مثلا نيجي نشاور على السبلين ونسألك ده اسمه إيه، أو نشاور بقى ليفل أعلى جزء من السبلين ستراكشر معين، الهايلم مثلا، ونقول لك ده اسمه إيه. 4 اختيارات كده تختار، ده الهايلم أوف السبلين. وهكذا أسئلة الايدنتيفيكيشن، ده أول ليفل. تاني ليفل اسمه basic knowledge، أسئلة بشكل مباشر شوية وبتتدرج في الصعوبة بتاعتها. بعد كده تالت ليفل هو الكلينيكال كيسز، فنبتدي نحل كيسز على الأسئلة اللي احنا أخدناها دي. وبالتالي هتلاقي إن أنت
بالثلاث مراحل دول في الاسئله انت بتخلص الليكتشر الواحده انت هاضمها كويس قوي، انت لاممها كويس قوي وعارف كل التيبس اند تريكس. طب ايه اللي يخليني يا دكتور اشترك في الاكاديمي دي مثلا وما اشوفش اي فيديو على اليوتيوب؟ اول حاجه الاستراكشر المنظم. لما الدنيا تبقى منظمه معاك كده انت عارف ان في ليكتشر معينه موجوده، بعدها في الستادي نوتس بتاعتها، بعدها في الاسئله، انت الدنيا منظمه جدا معاك، في ستراكشر معين انت ماشي بيه. تاني حاجه الاستاتستكس. احنا الاسئله اللي احنا بنحلها دي مش بنحلها وخلاص، انت في statistics كتير قوي هتكون موجوده في البروفايل بيج بتاعتك على الويب سايت، فده دايما تفولو اب مستواك وتعرف فين الويك بوينتس بتاعتك. تالت حاجه ان انت هتقدر ترجع للليكتشرز دي في اي وقت اكتر من مره، فده يخليك يعني ده بريفليج ليك مقارنه بالسنتر. لو انت هتنزل تحضر كورس في سنتر انت بتسمع الحاجه مره واحده بس، مش هتقدر تسمعها اكتر من مره، مرتبط بفيكسد سكيدجول، ميعاد ثابت كل اسبوع مثلا، ممكن تسرح فخلاص المعلومة اللي فاتتك صباح الفل عدت. لكن في الاونلاين اكاديمي دي انت الفيديوز معاك تقدر تشوفهم في اي وقت، تذاكر في الوقت اللي يناسبك، تذاكر اكتر من مرة قبل الامتحان، عايز تراجع من الفيديوز دي، عندك سؤال هيكون في جروب فيسبوك مسؤول او مخصوص للاسئلة، يعني لو اي حد عنده سؤال بنتناقش فيه مع بعض. فاحنا اخدنا ميزة الدايركت كوميونيكيشن بتاعة السنتر، واخدنا ميزه ان انت تذاكر في اي وقت، واخدنا ميزه ان انت تقدر تشوف الليكتشرز اكتر من مره. طب ليه ما اشوفش يوتيوب وخلاص؟ ببساطه اول حاجه اليوتيوب مش منصه او مش بلاتفورم مذاكره قوي، غصب عنك هتلاقي ان انت بتتشتت، وده مش كلام في الهوا، ده حرفيا دماغنا متبرمجه ان اليوتيوب هو مكان تسليه. اليوتيوب انا داخل اتفرج على حاجه مثلا لذيذه، فيديو كده فلوج او ايا كان، هو مربوط في دماغنا بان انا داخل اتسلى. كمان في مشتتات كتير قوي على اليوتيوب، مشتتات من السايد بار ومن الريليتد فيديوز ومشتتات من الاعلانات، كل حاجه بتحاول تشد الاتنشن بتاعك. احنا عايزين الاتنشن ده يكون في حته تاني في التركيز في المذاكره. تالت حاجه ان انت مش هتسمع شرح جينيريك. يعني ايه شرح جينيريك؟ يعني شرح للطب بشكل عام، فتلاقي حد مثلا بيتوسع في المعلومات بشكل عام جدا جدا جدا، لان هو اوريدي اصلا بيشرح بسكوب كبير علشان ينفع او يفيد او يقدر يوصل لاكبر عدد. احنا مش عايزين ده، احنا عايزين حاجه تارجتد لفيزيوثيرابي، تارجتد لعلاج طبيعي، فالليكتشرز بتاعتنا تارجتد. رابع حاجه بقى، مش هتسمع حد يقول لك hello my brother today we are going to talk about. انت مش هتسمع برضو شرح زي ما بنقول جينيريك او شرح مش واضح، هتسمع شرح تارجتد باسلوب واضح، باسلوب لذيذ، باسلوب ممتع. فدي كده الفروقات اللي يخليني اختار الاكاديمي، ما اختارش مثلا ان انا انزل سنتر او يوتيوب. صدقني هتجربوا هتفهموا الفرق اللي انا بتكلم عنه. يعني انا كان نفسي وانا في سنكم كده وانا في كليه طب الاقي حد عامل اكاديمي بالنظام ده، بالشرح الحلو ده، بالبريفليجز وبالامتيازات الكتير اللي هاخدها من خلال الاكاديمي دي. ربنا يجعلها مفيده ليكم وتساعدكم ان انتوا توصلوا لاهدافكم. استنوا هيكون في حاجات كتير ومفاجآت كتير خلال الفترات اللي جايه بالنسبه للاكاديمي دي.